الحماس اللي فيه يعني يورونا شغلهم وحمسناهم. والموقف الطريف في الورشة الأخيرة هذه إن إحنا شرينا من الطفل رسمة، يعني كان راسمها وكان جدا مبسوط وعائلته جدا انبسطت يعني وكان هذا حافز كبير له. بالفعل مثل هذه الورش العمل وهذه المبادرات اللي انتم تقومون فيها تشجعون فيها الناس يمكن تحفز الاطفال، تحفز الفنانين، تحفز المتذوقين لهذا الفن. فعلا وسالوا كثير انتم وين موجودين؟ وينكم انتم؟ احنا نحتاجكم ان تكونوا موجودين في الساحات هذه. دائما كنا داخل الورش نكون في الاستديو في المرسم حقنا. الان بدانا نطلع للجمهور وهذا لقى استحسانهم وزاد من معرفتهم انه في فنانين وبشكل مباشر، يعني هاي جميله فعلا. طيب تعتقد الاعلام المرئي والمقروء اوصل هذه المعارض للمهتمين وابرز ابداعات الفنانين السعوديين للخارج؟ الله، هذه انت تفتحي لنا الامنيه اللي احنا بنتمناها بصراحه، اللي هي ان تكون في قناه متخصصه للفن هذا بالذات وباقي الفنون الثانيه مثل التصوير الضوئي والخط العرضي. وهذه الثقافيه ليش عجل يعني؟ نبغى قناه متخصصه تحضر معارضنا، تحضر ورشنا. وبالعكس يعني محمد جداً. الثقافيه كان لها دور كبير في احنا ما ننساها. يعني اكثر قناه، يعني القناه يمكن اقول لك القناه الاكثر اللي قدمتنا للجمهور وعرفتنا للجمهور هي القناه الثقافيه. وانا قد شكرت الصوتي من قبل، وبجد حييت فيهم اهتمامهم انهم دخلوا بيوتنا من خلال اتصالهم الصوتي، انهم ياخذوا معنا لقاءات وحوارات. واليوم احنا في الاستديو مع الجمهور، وهذا الشيء صراحه على فكره الفنان محمد الحمران اهدى التلفزيون لوحه، لكن للاسف انا قلت له دخلها معك عشان نستعرضها لكم، لكن شكله نسى انه يدخلها، لكن ممكن نستعرضها لكم في حلقات جايه. شكرا لك اول شيء على هذا الاهداء. نرجع لقضيه انكم يعني دربتم العديد من المواهب من خلال ورش العمل والدورات اللي انتم تنظمونها باستمرار طوال العام. كيف تجدون الحماس في هؤلاء الفنانين، وهل هم يبشرون بمستقبل زاخر؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا السنوات كانت كافيه بان احنا خرجنا كثير من الاشبال والفنانات، لكن هذا خلانا نحمل على عاتقنا شيء ثاني وهو وجود المرافق. العدد صار كبير، عدد الفنانين والفنانات بجد صار عدد كبير. الآن صرنا احنا بحاجة إلى مرافق أكثر علشان إقامة الدورات هذه بشكل أكبر كمان، لأن صار عليها الطلب كثير. وفعلا هذا يدل على أنه متأمل وبشكل كبير أن الساحة الفنية تكون ساحة ثرية جدا جدا. في سؤال أنا دائما أطرحه على الفنانين التشكيليين، الفن الفوتوغرافي أو التصوير الفوتوغرافي تعتقد أنه هو هدد الفن التشكيلي؟ طبعا هدد كلمة كبيرة وخطيرة طبعا، بينما هو لا، هو العكس. أن الآن احنا بدأنا نشعر أن احنا بدأنا نندمج، احنا كفنانين تشكيليين وهم كمصورين. الآن أصبح الفنان التشكيلي بياخذ جزء من صورة وبيدمجه مع عمله الفني وبصير كأنه عمل كولاج مشترك. التصوير خدمني فيه. في نفس الوقت المصورين الآن بدأوا يضربوا ضربة بالريشة، ضربة لونية على الصورة حقته، بالعكس أعطتها لمسة جمالية فصار عمل مشترك. بالإضافة إلى أنه العمل التشكيلي منفصل تماما عن التصوير. ليش؟ لأن التصوير له متذوقين ومحبينه، والتشكيل له متذوقين ومحبينه، فما في خوف على الاثنين من طيب كيف يعني ترى الثقافة البصرية والفكرية الآن في المنطقة الشرقية اللي تهم الفنان والمتذوق؟ الحمد لله رب العالمين، من خلال طبعا وجود الجمهور الكبير المثقف الواعي اللي بيبان حتى من خلال كتابته في دفتر الزوار، ومن خلال أسئلته اللي واضح أنها تنم عن ثقافة بصرية لما يحضر معرض، لما يزورنا في معرضنا، بكون الثقافة بتكون واضحة في الجمهور. أنا برجع إلى تقريبا
15 سنة إلى وراء كان يمكن ما في قليل من الجمهور أو المتلقين بيلفت انتباههم العمل التجريدي، يعني إما ترسمي له عمل واقعي أو ما بيعتبره فن. الآن الحمد لله رب العالمين يعني كان معترف بس في المدرسة الواقعية. هذه دليل على أنه الثقافة كانت لسه ثقافة بصرية يعني لكن الحين بدأت تندمج المدارس الأخرى السريالية. بالعكس الآن صار جمهور كبير إلى الأعمال التجريدية وبينظروا إليها بثقافة بصرية جيدة، لأنه ما بيقبل أي عمل تجريدي. لازم بيبان من العمل التجريدي أن اللي اشتغل على هذا العمل هو فنان أو هو قاعد يشتغل بشكل عبطي. وهذه طيب نلاحظ أستاذ محمد أن في بعض الفنانين يدمجون عدة مدارس في لوحة واحدة، أنت مع هذه الفكرة؟ لا، أن إمكانية أنا ما بأيدها هذا الدمج؟ ما بأيد هذا الدمج. ليش؟ لسبب طبعا أنه أتوقع أنه ممكن اندماج عدة تجارب أو مدارس في لوحة واحدة يمكن بسبب تشويش للمتلقي. يعني أنا لما يقول لي إيش دي اللوحة، يعني بتمثل إيش؟ هي واقعية، هي تجريدية، هي تأثيرية؟ يعني إيش بجاوبه أنا؟ يعني يفترض أن تكون العملية عملية مدروسة، يعني يفترض أن يكون الدمج اللي موجود في اللوحة يكون دمج مدروس، يعني إلى قراءة يعني من قبل الفنان، يكون فاهم إيش قاعد يسوي. أما أنها تنعمل بشكل عبطي ما بأيد.